الآن 2025 المغرب ضمن أن روسيا ما تدخلش. لماذا؟ لأن السياسة الخارجية الحكيمة للمغرب وقفت مع روسيا في حربها مع أوكرانيا، قال ما ندخلش رواحنا، ما ندخلش رواحنا الله يسع عليكم. وتحت الطابلة يبعثوا الروس يقولوا أنا معاك 100%، فوق الطابلة يقول أنا خاطيك. وزير الخارجية بوريطة وش يقول؟ يقول أنه لو لم نضمن روسيا التي وعدتنا بعدم استعمال حق الفيتو ما كناش رايحين نطلبوا أنهم يمروا المقترح الأمريكي ونكونوا تاكلين. احنا سياسة تطاخطك وسياسة تشكيا وعدي قالت الروسيا، قالت لها طز فيك، انتم حبستوا الغاز على اوكرانيا، احنا نعطوا لاوروبا ونعطوا لالمانيا الغاز وطز فيكم. يعني في عز الازمه ما بين روسيا والاتحاد الاوروبي انت تجي توقف مع الاتحاد الاوروبي وتطعن روسيا في الظهر. انا حليفي الاستراتيجي اللي هو روسيا في عز الكاكا اللي عايش فيها، في عز الزمر اللي عايش فيه حرب مع اوكرانيا، نجي انايا نطعنه في الظهر. كارثه. اذا روسيا دب النائم ما يخرجش يعيط وكذا، لا، قال انت غبي ما تعرفش تمشي. عدو متعلم خير من صديق جاهل. انتم سياستكم الخارجيه غبيه وفاشله، طز فيكم. انا نوقف مع المغرب في الوقت اللي كان بوريطه يطيب في طاجين الزيتون، يطيب فيه على نار هادئه مع لافروف في موسكو. احنا الزريبه اللي عندنا، الزريبه السياسيه والاعلاميه، يبعثوا في صحفيه غبيه اسمح لي مسكينه طبعوا على راسها صحفيه، يبعثوا فيها تروح تستفز لافروف في ندوه صحفيه وتقول له لافروف وهذوك فاغنر جايين هنا يديروا الى السؤال هذا كتبوه لك. يعني غباء. كيفاش تحوسني انا ما نهبلش وما نطالبش برحيل تبون؟ ايه اختي ربنا سيدي، روح بعد نسي. كي انت اللي معاك فشلتوا فشل ذريع ودخلتوا البلاد في حيط.